السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن الدرس الثالث بعنوان الأماكن الخدمية في مدينتنا. يعني إيه الأماكن الخدمية ويعني إيه المقصود بيها وهي زي إيه؟ هقولك الأماكن الخدمية دي هي المباني اللي بتقدم لي خدمات متنوعة. يعني مثلا شركة المية بتقدم لي خدمة، المدرسة بتقدم لي خدمة، المستشفى، اسم الشرطة، حتى الأسواق التجارية. طيب، يعني المباني دي مخصصة لتقديم الخدمات للناس؟ هي المباني دي الدولة بنتها علشان تقدم الخدمات دي. طيب، هو ما المقصود بالأماكن الخدمية؟ هي منشآت مخصصة لتقديم الخدمات المتنوعة للناس، مثل الخدمات التعليمية والصحية والأمنية والتجارية. مرة تانية، هي منشآت مخصصة لتقديم الخدمات المتنوعة مثل الخدمات التعليمية والصحية والأمنية والتجارية. طب الأماكن الخدمية اللي هي موجودة حواليا في المدينة اللي أنا قاعد فيها زي إيه؟ كل يوم الصبح بتروح المدرسة دي خدمة تعليمية. لو بطني وجعتني شوية ممكن أروح المستشفى عشان أتعالج، دي خدمة صحية. لو حد سرق مني حاجة هروح لاسم الشرطة علشان أشتكي، دي خدمة أمنية. طب لو عاوزة أشتري حاجات ليا، خضار أو فاكهة أو غيره، هروح السوق، فالأسواق دي خدمة تجارية. يبقى أنا عندي 4 أنواع من الخدمات: خدمات تعليمية زي المدارس، صحية زي المستشفيات، أمنية زي أقسام الشرطة، وكمان تجارية زي الأسواق. المدن والقرى فيها أماكن خدمية كتير. طب يا ترى لو جابلي في الامتحان بما تفسر، تضم المدن والقرى العديد من الأماكن الخدمية. ليه؟ علشان تسهلي الحياة اليومية وتلبي الاحتياجات الأساسية. تاني، لو جابلي بما تفسر تضم المدن والقرى العديد من الأماكن الخدمية، هقوله لتسهيل الحياة اليومية وتلبية الاحتياجات الأساسية. طيب، أول حاجة هنتكلم عنها هي المدارس. مالها المدارس؟ هنتكلم بقى عن كل أماكن ونقول زي إيه، ونقول دورها ودورنا تجاهها ودور الدولة تجاهها. أول حاجة الأماكن الخدمية التعليمية. مالها؟ تعرف عنها إيه؟ وممكن يجيلي سؤال زي إيه؟ ممكن يجيلك اكتب ما تعرفه عن الأماكن الخدمية التعليمية، أو ما المقصود بالأماكن الخدمية التعليمية. فهقول له الأماكن الخدمية التعليمية هي إيه؟ أماكن تدعم العملية التعليمية وتحسنها. تاني، هي الأماكن الخدمية التعليمية هي أماكن تدعم العملية التعليمية وتحسنها. طيب زي إيه؟ طبعا زي المدارس. طيب، هو المدرسة الدولة عملتها ليه؟ يعني المدرسة مبنية ليه؟ أنا بروح ليه كل يوم الصبح؟ علشان أتعلم، علشان أمارس النشاطات المفيدة أو الهوايات المفيدة، رسم وموسيقى وحصص الألعاب أو التربية الرياضية. فالمدرسة أماكن بتقدم لي خدمات. طب الخدمات دي زي إيه؟ أنا بذهب ليها، بروح ليها عشان أتعلم، أدي أول خدمة. همارس لها هواية مفيدة، أدي تاني خدمة. كمان المدرسة فيها مكتبة، المكتبة مليانة كتب. طيب، هروح المكتبة أتوجه ليها، وبعدين هاخد الكتب دي اقراها. طيب زي كتب ايه؟ زي كتب التاريخ. طب هي كتب التاريخ دي انا هستفيد منها بايه؟ ان هي هتحكي لنا عن اجدادنا المصريين القدماء وحضاراتنا العظيمة. تاني، اهمية المدارس هنذهب اليها لنتعلم ونمارس هوايات مفيدة. طيب ايه كمان؟ هتلاقي فيها مكتبة، يبقى تضم المدارس المكتبة. مكتبة المدرسة فيها ايه؟ يوجد بها عديد من الكتب. زي كتب ايه؟ التاريخ. طب بما تفسر أهمية كتب التاريخ، لأنها تحكي عن أجدادنا المصريين القدماء وحضارتنا العظيمة. طيب، دورنا بقى تجاه المدارس. يعني المدرسة دي أنا المفروض أعمل فيها إيه؟ أول حاجة
هروح مدرستي يبقى حافظ على المقاعد اللي انا بقعد عليها، الديسكات، التخت، هحافظ على المقاعد. كمان الكتب هحافظ عليها، والمكتبة، اي اداة من ادوات المدرسة هحافظ عليها. يبقى انت دورك تجاه المدارس، انت هتعمل ايه نحو المدارس او في المدرسة؟ هحافظ على المدرسة، هحافظ على المقاعد، هحافظ على الكتب، هحافظ على المكتبة، هحافظ على ادوات المدرسة. اشمعنى بقى؟ لانها ملكنا جميعا او ملك لنا جميعا. يعني ايه؟ يعني ان شاء الله انت في رابعة وهتطلع سنة 5، فالمفروض تحافظ على الديسك اللي انت قاعد عليه، المقعد، علشان الطلاب اللي في تالتة وطالعين رابعة يلاقوا مكان يقعدوا عليه، يلاقوا كتب في المكتبة يقروها، وهكذا. المفروض كمان ما تقعدش تكتب على الجدران، معاك كراسة رسم ومعاك ألوان، يا ريت تطلعهم تكتب عليهم في وقتك الفاضي. كمان القمامة، سوري يعني الزبالة بتاعت حضرتك، كيس الشيبسي، أي كيس عند حضرتك ما ينفعش ترميه في الأرض، لازما تضع القمامة في الأماكن المخصصة لها. الزبالة بتاعت حضرتك تحطها في الباسكت أو في المكان الموجود عندك في الفصل. طيب، أهم حاجة في المدرسة المعلمين. المعلمين المفروض نحترمهم وكمان نقدر دورهم في تعليمنا وتوجيهنا. امال ايه بقى دور الدولة نحو الخدمات التعليمية؟ هتبني ايه الدولة؟ هتبني مدارس، هتبني جامعات، وهتطور المدارس والجامعات. طب يا ترى لو جاب لي في الامتحان بما تفسر، تقوم الدولة بتطوير المدارس والجامعات، وذلك من اجل مستقبل افضل للطلاب. يبقى تاني، ايه هو دور الدولة؟ بناء مدارس، بناء جامعات، وتطوير المدارس والجامعات. طب هتطورهم ليه؟ من أجل مستقبل أفضل للطلاب. تاني حاجة أو تاني حاجة معانا هنتكلم عنها هي الأماكن الخدمية الصحية، زي المستشفيات، واللي بيقوم بدور الرعاية الأطباء. طب لو جالي في الامتحان اذكر ما تعرفه عن الأماكن الخدمية الصحية أو ما المقصود بالأماكن الخدمية الصحية، هقول له إيه؟ هقول له هي الرعاية التي يقدمها الأطباء وغيرهم في الأماكن الصحية. الأطباء وغيرهم اللي هم الممرضين، طيب سواء رجال أو إناث، في الأماكن الصحية، مش شرط مستشفى، في بعض القرى مفهومش مستشفيات، في حاجة اسمها مستوصف. يبقى الأماكن الخدمية الصحية هي إيه؟ هي الرعاية التي يقدمها الأطباء وغيرهم في الأماكن الصحية. طب زي إيه؟ زي طبعا المستشفى. أنا دلوقتي بطني وجعاني وتعبت جامد ورايح المستشفى، المفروض المستشفى دي هتقدم لي إيه؟ خدمات صحية للمرضى طبعا. طيب الخدمات دي زي إيه؟ زي الكشف وتقديم العلاج. طب أنا بقى دوري تجاه المستشفى ايه؟ اول ما ادخل المستشفى كده هعمل ايه؟ اول حاجه هحافظ على نظافه المستشفى، مش يكون معايا اكل ولا حاجه واقعد اكل في المستشفى، لا طبعا. طب انا رايحه ازور مريض، هعلي صوتي واقول له ازيك وعامل ايه واخبارك ايه، ولا هتكلم معاه بهدوء عشان ما يتعبش اكتر؟ لا طبعا هلتزم بالهدوء عند زياره المريض. بيبقوا معلقين لافتات كده موجوده في المستشفى، اللافتات ديت ممنوع الضوضاء، التزام الهدوء، ممنوع التدخين. المفروض اللي انا اتبع الارشادات الصحيه داخل المستشفى. مين اللي هيقدم لي الخدمات الصحيه؟ الاطباء. طيب اقدر دور الاطباء في علاج المرضى وحمايه صحتنا. يبقى دورنا تجاه المستشفى ايه؟ الحفاظ على نظافه المستشفيات، الالتزام بالهدوء عند زياره المرضى، وضروره اتباع الارشادات الصحيه بداخلها، وتقدير دور الأطباء في علاج المرضى وحماية صحتنا. طيب أو صحتنا. أمال الدولة بقى ليها دور؟ طبعا، هي اللي هتبني المستشفيات، هي اللي هتبني الوحدات الصحية، اللي هي الوحدة الصحية زي المستوصف اللي أنا كنت لسه قايله عليه. كمان هي اللي هتوفر لي الدواء، هتعمل كمان مبادرات. طب المبادرات دي لازمتها هتكشف او للكشف المبكر عن الامراض، يعني علشان تكشف بدري وتشوف حضرتك عندك مرض تعرفه من البداية عشان نعرف نعالجه من البداية صح، فما يحصلش مضاعفات اكتر بسبب المرض ده وربنا يشفيك منه. طيب
المبادرات زي مبادرة ايه؟ 100 مليون صحة، ولازم الصورة دي تتحفظ، تعرف ان دي مبادرة 100 مليون صحة. يبقى دور الدولة هتعمل ايه؟ هتبني مستشفيات ووحدات صحية وتوفر أدوية، وهتعمل مبادرات. طيب ليه؟ للكشف المبكر عن الأمراض زي مبادرة ايه؟ 100 مليون صحة. طيب عندي كمان الأماكن الخدمية الأمنية، مالها؟ زي ايه؟ مراكز الشرطة، أقسام الشرطة، جهاز الشرطة بصفة عامة. مالها؟ الأماكن دي بتوفر لنا الأمن والأمان والسلامة للمجتمع. يعني ايه؟ يعني سوري، ما بتخليش في بلطجية في الشوارع، بتمنع الخارجين عن القانون وبتقبض عليهم، بتحمي البلد، بتوفر الأمن والأمان في البلد، وهكذا. يبقى الأماكن الخدمية، اذكر ما تعرفوا عنها الأماكن الخدمية الأمنية، أو ما المقصود بالأماكن الخدمية الأمنية؟ هي الأماكن التي تعمل على توفير الأمن والسلامة بالمجتمع. هي الأماكن التي تعمل على توفير الأمن والسلامة بالمجتمع. طيب زي مين؟ جهاز الشرطة. ماله جهاز الشرطة؟ هيقدم لي خدمات أمنية زي إيه؟ أمن ونظام. المخالفين والخارجين عن القانون هيقبض عليهم، يعني هيظبطهم، يعني ضبط المخالفين والخارجين عن القانون زي اللصوص، قطاع الطرق، أي حد بيضايقك في الشارع. طيب إيه كمان؟ كمان أقسام الشرطة أو جهاز الشرطة ده بيقدم خدمات تانية زي تنظيم المرور، العربيات في الشوارع، وزي كمان خط النجدة. لو في أي حاجة حضرتك بتتصل بالنجدة على طول، بتوفر لك حد يوصل لحضرتك. كمان إصدار الوثائق الرسمية زي مثلا شهادات الميلاد، زي مثلا وثائق الزواج، وهكذا. طيب يبقى دور جهاز الشرطة هتعمل ايه؟ انا مش معنى ان انا اقول اصدار الوثائق الرسمية ان انا هروح القسم اصدر الوثائق الرسمية، لا، في وثائق رسمية بتبقى موجودة او خاصة بالشرطة. انا بروح للشرطة عشان تعمل عني استعلام وتأكد ان انا سليم، معليش اي قضية او مخالفة او اي حاجة. تمام؟ طيب جهاز الشرطة بقى هيقدم ايه؟ هيقدم خدمات امنية. طيب زي ايه؟ حفظ الامن والنظام، ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وكمان خدمات اخرى. طب زي ايه؟ تنظيم المرور والنجدة واصدار الوثائق الرسمية. طيب دور حضرتك تجاه الشرطة، انت هتعمل ايه تجاه الشرطة؟ اول ما تشوف ضابط شرطة هتحترمه ولا مش هتحترمه؟ هحترمه. رجل الشرطة هحترمه وأقدره لأنه بيحمينا. هتعاون معاهم كمان هتجنب أي حاجة بتعرضني أو بتعرض المواطنين الآخرين يعني للخطر. فدورنا تجاه الشرطة إيه؟ احترام رجال الشرطة، تقدير رجال الشرطة وتقدير دورهم في حمايتنا. هنتعاون معاهم وهنتجنب أي أفعال تعرضنا أو تعرض الناس التانية للخطر. أمال دور الدولة؟ هتطور بقى جهاز الشرطة من خلال ضباط الشرطة، هتاخدهم وتعمل لهم تدريب مستمر. الوسائل التكنولوجية اللي موجودة في أقسام الشرطة هتحدثها. الوسائل التكنولوجيا دي اللي مستخدمة في حفظ الأمن هتعمل تحديث ليها. وكمان هيحصل استجابة سريعة للحوادث والبلاغات. أي حد يبعت بلاغ ده حصلت حادثة في طريق كذا، قسم من الشرطة هيتوجهوا مع سيارة من سيارات الإسعاف وعلى طول يروحوا لمكان الحادثة ويعرفهم إيه اللي حصل والحادثة دي حصلت إزاي، ويبدأوا يعالجوا الأمر أو يظبطوا الناس اللي أدت للحادثة دي، يعني يقبضوا عليهم. فدور الدولة تجاه الخدمات الأمنية هتطور جهاز الشرطة ازاي؟ من خلال التدريب المستمر سواء لضباط الشرطة أو غيرهم. كمان هتحدث الوسائل التكنولوجية اللي هي بتستخدم في حفظ الأمن، وكمان الاستجابة للحوادث والبلاغات.